من جديد، أصدرت لجنة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي انعقدت مساء اليوم الاثنين 9 يناير 2016 بالمقر المركزي للحزب بالرباط البلاغ السابق لرئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله نيكيران. وجاءت ثمين الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعة في لقاء استثناء مساء اليوم المدارسة مسار المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة ومضامين البلاغ الصادر عن رئيس الحكومة مساء يوم الأحد 8 يناير 2017 وكشف البلاغ الصادر قبل قليل عقب اللقاء الاستثنائي عن إجماع أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح وتبنيهم تبنيا كاملا ما ورد في بلاغ نيكيران الأخير وتعتز بمضامينه. لا تنسى الاشتراك على قناتنا لكي يصلك كل جديد. شكرا لمتابعتك، إلى لقاء قريب.